السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيأثر على حياتنا كلها، التسويف. كلنا بنعاني منه وكلنا عارفين إحساس خليها بكرة اللي بيضيع علينا فرص كتير. تخيل معايا انت قاعد قدام شغل مهم، بس بتلاقي نفسك بتأجل وبتأجل. بتقول له هبدأ بعد شوية، هخلصه بكرة، وفجأة بتلاقي الأيام عدت والشغل لسه مكانه. سؤال: هو ليه بنسوف؟ طيب، إيه اللي يضمن إننا نستمر؟ الإجابة في التتبع والمحاسبة. اكتب أهدافك وتابع تقدمك واتفق مع صديق يشجعك ويسأل عنك. الخطوة الثالثة: اعمل لنفسك بيئة محفزة. شيل التليفون بعيد، اقفل النوتيفيكيشن ونظم مكتبك. البيئة المنظمة بتساعد عقلك يركز. الحقيقة إن التسويف مش مجرد كسل، العلم أثبت إن وراه أسباب نفسية كتير. ممكن يكون خوف من الفشل، أو كمال زائد عن حده، أو حتى عدم ثقة في قدراتنا. بس النهاردة جاي لكم بحل عملي وفعال. هنتكلم عن 5 خطوات بسيطة تقدر تبدأ بيهم دلوقتي مش بكرة. الخطوة الأولى: قسم المهمة الكبيرة لأجزاء صغيرة. مثلا بدل ما تقول هذاكر المنهج كله، قول هذاكر فصل واحد النهاردة. كده المهمة هتبقى أسهل وأوضح. الخطوة التانية: ابدأ بأصغر خطوة ممكنة. عارف قانون ال5 دقايق؟ اقعد 5 دقايق بس وابدأ، غالبا هتلاقي نفسك مكمل أكتر من كده. الخطوة الثالثة: اعمل لنفسك بيئة محفزة. شيل التليفون بعيد، اقفل النوتيفيكيشن ونظم مكتبك. البيئة المنظمة بتساعد عقلك يركز. الخطوة الرابعة: كافئ نفسك على كل إنجاز صغير. خلصت جزء؟ استمتع بكوباية قهوة أو امشي شوية. المكافآت الصغيرة دي بتحفز المخ يكمل. الخطوة الخامسة: استخدم تقنية بومودورو. اشتغل 25 دقيقة وخد راحة 5 دقايق. التقنية دي بتخلي المهام الصعبة تبقى أسهل. طيب، إيه اللي يضمن إننا نستمر؟ الإجابة في التتبع والمحاسبة. اكتب أهدافك وتابع تقدمك، واتفق مع صديق يشجعك ويسأل عنك. افتكر إن التغيير مش بيحصل في يوم وليلة، المهم تبدأ وتستمر. حتى لو وقعت أو رجعت للتسويف، قوم وابدأ من جديد. مفيش حد نجح من أول مرة. نصيحة مهمة: متحطش على نفسك ضغط زيادة. التدرج أفضل من الاندفاع. ابدأ بهدف صغير وكبره مع الوقت. دلوقتي عايزك تاخد قرار، مش هتستنى لبكرة. قوم دلوقتي، افتح الكتاب، شغل اللابتوب، ابدأ في المشروع اللي مأجله. الوقت اللي هتقضيه في التفكير اقضيه في العمل. وقبل ما نختم، عايز أقول لك حاجة مهمة: انت أقوى مما تتخيل. قدراتك أكبر من التسويف، وكل يوم بتبدأ فيه خطوة جديدة هو انتصار جديد. لو استفدت من الفيديو، متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وشاركلنا في الكومنتات ايه أكتر حاجة بتسوف فيها وازاي ناوي تتغلب عليها. شكرا انكم كنتم معايا النهاردة، وافتكروا مستقبلك بيبدأ من اللحظة دي. خليكم معايا وهنكمل رحلة النجاح سوا. سلام.